حبايبي خلاص كده قدمنا المكرونه المبكبكه في منتهى الجمال. شكلها جميل جدا وشاهي جدا يا جماعه، ولايك وشير حبايبي عشان تشوفوا كل حاجه جديده عندي. زي المحلات بالظبط بنقدمها، زي ما اتفقنا اللي من اول الفيديو المكرونه لازم تتغرف تتاكل يا جماعه، عشان دي ما بتنفعش تقعد شويه. ماشي يا حبايبي، ولايك وشير يا حبايبي عشان تشوفوا كل حاجه جديده عندي. اشوفكم دايما على خير في وصفه جديده. باي باي. ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ النهارده بقى يا جماعه هنعمل وجبه جميله، وجبه خليجيه شويه. هنعمل المكرونه المبكبكه اللي المحلات برضو مشهوره بيها جامد. انا هعملها لكم على طريقتي انا، وهنخش على المقادير على طول يا حبايبي. انا معايا كيس مكرونه ماشي، معايا نص كيلو لحمه، ومعايا طماطم اللي انا ضربها في الخلاط وهنسبكها الاول، ومعايا التوابل بتاعتي اللي هي البابريكا والكركم ونص معلقه ثوم ورشه جوز الطيب وحبهان دي يا جماعه طحناهم مع بعض، ورشه لحمه وتوابل لحمه ماشي، ومعايا بصلايه ومعايا الفلفل السبايسي الجميل ماشي حبايبي. ويلا بقى بينا هنطبقها مع بعض وثانيه واحده. بصوا حبايبي انا حطيت معلقه زيت ومعلقه زبده، وهننزل برده بالبصله يا جماعه. انا عايزه اشوح البصله كده ماشي، زي ما احنا متفقين اللي احنا البصله بس يعني ريحتها تطلع كده يا حبايبي. وحطيت الطماطم اهي تتسبك برده عشان كله يشتغل مع بعضه. هي وجبه جميله ولذيذه جدا ومغذيه، وفي الشتاء دي تنفع برده، واحنا برده بنروح المحلات بناخدها غاليه جدا، انا عملتها لكم برده عشان كلنا زي ما احنا متفقين ان احنا كل حاجه حبايبي هنعملها في البيت ماشي حبايبي. فمهم جدا ان احنا زي ما احنا قلنا ان كل حاجه احنا هنطبقها، مفيش حاجه مستحيل في البيت. كل واحد يقدر يعمل نص كيلو مكرونه، ربع كيلو، كوبايه مكرونه. بس اهم حاجه بقى في المكرونه دي يا جماعه لازم ان هي تتاكل وهي سخنه. احنا هنمشي مع خطوات واحده واحده وهوريكم انا هعمل ايه، بحيث ان احنا لازم، هي الفكره في التقديم على فكره ماشي حبايبي. انا بس اخلي بس البصله بس تطلع كده شويه ريحتها، وهننزل بقى باللحمه تدريجيا، وهنسوي اللحمه شويه بحيث ان احنا عايزينها اللحمه تستوي عشان المكرونه مش هتاخد وقت ماشي. خليكم معايا حبايبي. البصله ريحتها طلعت اهي، هننزل بقى باللحمه قطع كده بحيث ان احنا هنشمعها برده، وهنحط لها شويه ميه بقى نعمل شوربه، بحيث ان انا عايزه اللحمه يا جماعه تستوي، لان المكرونه ما بتاخدش سوا ماشي. احنا هنسوي اللحمه الاول، دي اهم حاجه، اهم تكه بقى في المكرونه المبكبكه الجميله اللي على طريقتي بقى اهو. احنا هننزل كده باللحمه ونديها صدمه ونقفل المسامات كلها بحيث ان احنا عايزينها برده تتشوح كده، وهنزل عليها بقى بالتوابل دي. اللي انا برده مش هنحط ملح يا جماعه، هنحط التوابل بتاعتنا الجميله دي، جوز الطيب مع حبهان مع بهارات 7 بهارات بنحطهم كده بقى يتشمعوا شويه، وبعد كده احنا بنحط الميه بقى عليهم. هسوي اللحمه في الاول وبعد كده هنوريكم هنعمل ايه ماشي حبايبي. خليها بس تنزل الميه كده. لحمه يعني لازم كمان اللحمه بتاعتك تبقى انت عارفاها برده صغيره، بحيث ان هي ايه ما تاخدش سوا معاكي يا حبايبي. لو عندكم لحمه ضاني بقى تبقى ايه، المحلات الجميله بتاعت العرب عندنا في اسكندريه بيعملوها، بس انا دي لحمه كمبري عاديه هي اللي عندي، فانا قلت اعمل بيها برده. كل واحد اي لحمه عندكم تعملوا بيها. ثانيه واحده. بصوا حبايبي انا بقى اللحمه دخلت في السوا خلاص، والطماطم برده هي اتسبكت وبقت جميله. احنا بقى هننزل كده، احط الصلصه مع الشوربه البخار بقى، معلش ثانيه واحده كده. بحط الصلصه بقى كده، يعني عايزه كل حاجه بقى مستويه. الطماطم يا جماعه يعني المكرونه ما بتاخدش وقت في السوا، فانا عايزه احط كله مستوي بحيث ان احنا تتغرف على طول وتتاكل كده بسرعه يعني ماشي. واحنا هننزل بقى اول ما دي تغلي هنزل بالمكرونه. انا بصوا بقى انا هعمل انا جزء المكرونه، لان انا هخلي لاولادي لما بيجوا بقى بالليل هي الوجبه دي لازم تتغرف من على النار يا حبايبي وتتاكل. هو بصوا بقى الفكره هي دي الفكره اللي احنا بنقول المكرونه ما تسلكش معانا، نغطيها كده
بتبقى جميله جدا بقى بالطماطم الفريش بقى، ولا صلصه ولا حاجه. انتوا زي ما انتوا عارفين ان انا ما بحبش الصلصه، انا بحب الطماطم الفريش. انا لسه عاملاها ضربها قدامكم اهو عاملاها، وهنسيبها بقى تبقبق، وهتبقى احلى مكرونه مبقبقه. وثانيه واحده هقدمها لكم، ثانيه واحده. برضه شويه معلقه فلفل سبايسي كده. هي اهم حاجه كمان يا جماعه هي السبايسي فيها، اللي هو الفلفل السبايسي، هي اللي بتديها طعم جميل قوي برضه. ونزلت كده بالجزر، الجزر ده يعني نزلاه مقطعات كبير ليه؟ عشان انا عايزاه يديني بس الطعم الحلو في الشوربه. وهننزل عليه بالميه السخنه كده حبايبي، وهنغلي خليه اللحمه تستوي زي ما احنا اتفقنا. انا عامله ميه سخنه من الكتل. هنسيبها اللحمه تستوي، يبقى يعني تخش في السوا خالص. وبعد كده نحط المكرونه مع صلصه الطماطم الجميله اهي بدات تشتغل برده. وثانيه واحده خليكم معايا.